طبعا انت داخل الفيديو دوت وعايز تكسب فلوس من الانترنت وما عملتش اي فلوس من الانترنت والدنيا خربانه معاك، هعرفك دلوقتي ازاي تعمل اول 1 دولار في حياتك بالخطوات يا باشا. تمام، دلوقتي شايف قدامك 180 يو اس دي تي انا عملتهم في اسبوع. هوريك دلوقتي ازاي تشتغل على التطبيقات اللي زي ديت. ده اسمه تطبيق عمار زي ما انتم شايفين قدامكم كده. تمام، التطبيق ده بيشتغل للرد على الرسائل. الشغل فيه عامل ازاي عشان الناس الجديده بتبدا ترد على رسائل وتوثق حساب بنت، توثق حساب وتبدا ترد على رسائل. الرسائل دي بتاخد عليها حاجه اسمها جواهر. الجواهر دي بتتحول لفلوس. طب ال 32 الف جوهره اللي هي اقل حاجه تسحبها، طبعا عاملين 10 دولار اللي هم تقريبا 460 جنيه بالمصري يعني. طيب في كل رساله باخد قد ايه جوهره؟ ممكن مثلا رساله تاخد فيها 12 جوهره، ممكن رساله تاخد فيها 40 جوهره، على حسب الرساله وعلى حسب الشخص اللي بيكلمك وكده. وفي برضه لو حد بعت لك هديه في المحادثه او هديه في اللايف زي بتاع التيك توك كده، اللايفات اللي هي الايه الصوتيه بس، اللي هي مش بصورتك، لا الصوتيه بس. تمام. طيب في حاجه عندنا اسمها وكاله. هتلاقي ده بيكلمك يقول لك خش عندي في الوكاله، خش عندي وخش عندي، كله عايزك انت تخش عنده عشان هو يستفاد. طيب بتفيدك في ايه وتفيد صاحب الوكاله في ايه؟ بتفيدك انت اللي انت بتقدر تحول الجواهر عند صاحب الوكاله. لو انت مثلا ما عندكش طرق دفع في بلدك وكده، او انت مثلا عايز تسحب 1 دولار وفي التطبيق نفسه عندك ما تنفعش تسحب 1 دولار غير عليهم 10 دولار اقل حاجه، ده في المره الاولى بس كده، فبتحول لصاحب الوكاله. تاني حاجه ان صاحب الوكاله ده هو وذوقه بقى، يعني ممكن تخش وكاله صاحب الوكاله فيها بيوزعش بونص اسبوعي او بيوزعش فيها هدايا، فانت يبقى كده اتدبست ومش عارف تخش في الوكاله. ولو جيت تعمل حساب تاني وتحذف الحساب دوت ووثقت بنفس وشك من غير ما تغير الموبايل، وحتى لو غيرت الموبايل ووثقت بنفس وشك هيقول لك ما ينفعش برضو، لان انت الوش ده عمل حساب قبل كده هيدخلك في نفس الوكاله اللي انت كنت داخلها الاول. فلازم اي وكاله تخشها تكون انت عارف ان صاحب الوكاله بيوزع فيها بونص وبونص قد ايه والكلام ده كله. انا بنفسي بوزع بونص اسبوعي، والناس اللي معايا كلهم في الوكاله متدلعين على الاخر. وحتى كمان بقالي 3 مرات كده بوزع بونص بزياده. مثلا في واحد مثلا عمل 12 دولار بيبقى ليه 50 جنيه هديه من الوكاله، قوم جاي مخليها 60 70. بظبط الكلام معاهم، هو اصلا كنت عاملها 40 بعد كده خليتها 50 بعد كده 60. بظبط الكلام على حسب الشغل بتاع الناس في الوكاله والدنيا فيها ايه والدنيا ماشيه ازاي. تمام. فهنبدا نسحب الفلوس دي دلوقتي من اسباب السحب وكده. فانزل اعمل لايك واشترك في القناه عشان ايه نعمل اسباب السحب. والسحب طبعا عن طريق فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج. لو انت مثلا بره مصر بتسحب يو اس دي تي، او عندك الشام كاش، عندك الاي باي، عندك بايونير، عندك طرق سحب متعدده يعني في الدول كلها معظمها، يعني الامارات، السعوديه، سوريا، الفلبين، العراق، امريكا، كله. ما تقلقش يعني من حوار السحب ده. تمام. فيلا بينا نبدا الشرح العملي بقى. بعد ما تسجل طبعا وتدخل رمز الدعوه، تمام، او تخش عن طريق اللينك اللي هسيب لك على التليجرام. تمام. التطبيق يفتح معاك بالواجهه دي. هتعمل إيه انت يا باشا دلوقتي؟ بتدوس كده على الكلمه دي وتدوس كده على ال3 شرط دول وتدوس على كلمه الوكاله. هتلاقي عندك هنا الوكاله، انا ظهر عندي اداره الوكاله ان انا عامل وكاله على الحساب ده. هتدوس عليها وتدخل الكود دوت وانا هقبل طلب اندماج للوكاله. المنصه بتاخد يوم في المراجعه وبعد كده الطلب بيوصل لي، يعني ما بيوصليش اول ما انت بتدوس، لا المنصه بتراجع الاول. بعد ما تبعت لي طلب ان هو الوكاله وتدخل الكود دوت، طبعا بتدوس اهم حاجه على كلمه توثيق، لازم توثق حسابك. بتحط صوره بنت هنا، اي صوره بنت من جوجل. بعد كده بتجيب صوره وش بنت ما تكونش عملت عليها حسابات عمار قبل كده وتوثق بوشها. تمام، عشان يبقى الكلام واضح بس. وبعد كده بقى هيقول لك قيد المراجعه وبتاع، وتبدا بقى تشتغل على التطبيق. تشتغل على التطبيق ازاي؟ بص يا باشا، هتدوس كده على كلمه السحب زي ما انت شايف قدامك كده. تمام. بتلاقي عندك هنا الصحوات بتاعتك، عندك اول مبلغ 10 وبعد كده 20 وبعد كده انا بص تفاصيل الماس كده. هتخش على الماس المستهلك اهو. دي طبعا سحوباتي من تطبيق عمار، يعني سحوبات اسبوعيه في سحوبات يوميه اللي انتوا عايزينه يا باشا. تمام اهو زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. ده كله شغل على عمار، شغل على عمار. نجح السحب، نجح السحب، نجح السحب. بحول لناس، وفي ناس في الوكاله بتحول لي. لو انت مثلا مش متوفر طريقه السحب عندك بتحول على الوكاله. بتحول على الوكاله ازاي يا باشا؟ فانا بحول لك، انا بتصرف يعني. انت تكون مكلمني تليجرام او مكلمني على التطبيق او الكلام ده كله. شايف انت الاي دي بتاعي؟ مالكش دعوه بالاي دي. تمام. هو طالما انت داخل معايا في الوكاله هتعرف تحول لي. هتدوس على كلمه تحويل دي، هتلاقي يرجع ادخال اي دي الوكيل. هتلاقي حساب مكتوب اوكي اوكي اوكي. هتلاقيه متدخل لوحده. تمام، مش هتحتاج انك تدخل اي دي.
عدد المسات تدخل العدد اللي معاك. يعني مثلا معايا دلوقتي 1000، معايا 14829 جوهرة. هقوم جاي كاتبهم هنا 14829. تمام. وهتدك على كلمة تحويل، هيوصلوا لي انا على الاي دي بتاعي، وانا احول لك فلوسك سواء عايز يو اس تي عايز دولار وبتاع. بس في خصم، حاجة زي التطبيق كده، نسبة زي التطبيق كده بالظبط، عشان يعني اللي عايز ايه، اللي السحب معاه بيطول وبتاع، يحول لي اللي مثلا معاه دولار وبتاع. إيه لو مش هتعرف طرق السحب في بلدك، انا ممكن احول لك الشام كاش واتصرف عادي، او احول لك اليو اس دي تي يا باشا. تمام. تخش كده، ده اوبشن الرسايل. تبدا هنا بقى هتلاقي هنا في رسائل كتير، رسائل جالك من شباب. تمام. انا مثلا اخش على على اي محادثه كده. ماشي. اهوت خليكم معايا بنشوف بس محادثه. ماشي. هندوس كده على المحادثه دي. شايف انت كلمه العبارات السريعه اللي هي هنا ديت؟ ماشي. هتضيف هنا صوت، صوت بقى بنتي بتاع، عشان بس هي ده اللي انت هيبقى سهل عليك، عشان لما تدوس هاي في الصفحه الرئيسيه اللي وراك دلوقتي يقوم جاي يبعت له التسجيل ده، او يبعت له نص من اللي هو ده اللي قدامك ده. يعني ممكن تكتب نص على مزاجك انت بدماغك، عامل ايه، نتعرف، حاجات زي كده، بس حاجه جذابه شويه. صوت نفس الكلام. المجموعه دي تقريبا بيقول لك اعمل رسائل مركبة. انت اهو بيقول لك مثلا اعمل صوت على صورة على نص كلهم مرة واحدة وتظبطهم كلهم. تمام. تبقى بقى ترد على الدردشة، تحاول تجمع اكبر عدد رسائل من الناس اللي بتكلمك. طيب الصفحة الرئيسية عندك اهي، هتدوس على كلمة هاي تبعت للناس دي كلها، وزي ما انت شايف قدامك كده، كده بعت للناس هاي، وهما بالتالي هيبدأوا يردوا عليا لما هما يعني طريقة الكلام بتاعتك تعجبهم، الكتابة انت كاتب ايه في النص والكلام ده كله. تمام. بعد كده بقى يا باشا عندك مركز المكافآت. هنشرح كل حاجه يا باشا، بس خليك معايا وانزل اعمل لايك، بالله عليك انزل اعمل لايك. ماشي. هندوس كده على كلمه اهم ارباح. تمام. دلوقتي بيقول لك مكافآت ايرادات الدردشه يوميا. تمام. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا مثلا اهو، احسب دخل الدردشه والمكالمات والتطابق يوميا. تمام. دي يوميه، يعني بيجي لك بعد الساعه 12. لو جمعت 106 960 تاخد 160. جمعت اهو 9600 تاخد 1600 عليهم جوهره مش فلوس. تمام. عارفين ال 32 كي جوهرة عاملين 10 $10. تمام. نفس الكلام برضه اهو. طيب مكافأة إيرادات الهدايا اليومية دي بتاع الهدايا، مثلا لو جالك هدية ب 320 جوهرة تاخد عليهم 24. ماشي. مكافأة إيرادات الدردشة الأسبوعية دي طبعا بتحسب الأسبوع يخلص بيشوف أنت جمعت قد إيه في الأسبوع ده، وفي عندك شريط بتلاقيه بيمر عندك كده، لأن أنا مش شغال على الحساب ده أصلا، فمش هتلاقي الدنيا بايظة عليه خالص. تمام. انا شغال على حساب التاني، في حساب تاني كده ربط بالوكاله شغال عليه. تمام. اهو ودي مكافئتها حلوه جدا يا جماعه، بيقول لك جمعت كذا تاخد كذا. تمام. دي بقى ايرادات الهدايا الاسبوعيه. دي الهدايا لو حد بعت لك هديه في الروم في المحادثه الكلام ده كله. مهام النشاط الشهريه اهو، عند تحقيق نشاط لمدة 15 أيام. هذا الشهر كانت أرباح الممثل كل يوم نشاط عند كل يعني أنت طول ما أنت بتجمع كسبان يا باشا. في حد قال لي جملة ظبطت لي الدنيا الصراحه في الحساب بتاعي، قال لي طول ما انا فاتح، تمام، فاتح التطبيق ومش بعمل عليه اي حاجه، نشاطي بيعلى، معدل نشاطي في البروفايل بتاعي بيعلى، فبالتالي التطبيق بيبدا يطرح حسابك لناس تانية وناس اكتر، وبالتالي هيجي لك رسائل اكتر، وهيبقى بقى ايه الماني ماني. اوعى. بص يا باشا، بعد كده بقى حاجه مهمه جدا اقول لكم دلوقتي، تظبيط الملف الشخصي يا رجاله ويا حريم يا اخواتي يا حبايبي. بتظبطوا الصفحه الشخصيه، تحط صوره تكون حلو. بعد كده تدخل الاسم بتاعك هنا، وتدخل بياناتك دي لازم، واهم ما فيهم بيان التعارف ده تظبطه. انا مثلا اسمي كذا كذا وعايز اتعرف، حاجات زي كده يعني، بس هتكون حاجات جذابه يعني شويه، عشان ايه، من الاخر اجيب لكم من الاخر، عشان مش هنلف ندور على بعض. الناس اللي شغالين كلهم بيعملوا فلوس دي بيعملوها ازاي؟ مظبطين البروفايل، وفي ناس بيحطوا صورهم الحقيقيه عادي مفيش اي مشكله، وبيجي لهم رسائل اكتر، لان التطبيق بيقول لك خليك صادق معانا، صادقين معاك، هتحط صورتك الحقيقيه. الناس اللي على التطبيق اصلا بيحبوا الناس اللي بيحطوا صورهم الحقيقيه، هتحط صوره اي كلام عادي هيشتغل برضه، بس مش بنفس القدر بتاع الشخص اللي هيحط صورته الحقيقيه، عشان تكون مركز وتكون فاهم حاجه زي كده. عندك المزايا دي بتاعتي بقى، سيبك انت منها مش مهم. طيب نجمة الدردشة، للأسف خسرت نقطة أهو. كلما ارتفع مستواك زاد حصولك على الظهور والامتيازات. ظهوري بيزداد ازاي بقى؟ لما اقعد على التطبيق فترات طويلة، خدت بالك اهو، اهو يا جماعة قدامكم اهو.
بيقول لك هو طبعا التحية 40 مرة رسائل المساعدة الخاصة. بيقول لك عدد الرسائل وقت النشاط هو 18 مينت، يعني أنا ما بفتحش، بفتح وقت قليل لأن دي حسب الوكالة بفتحه كل فين وفين. بس شرحت لكم كل حاجة، ما تنسوش تخش الوكالة وانزل اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أحلى ناس في الدنيا، أشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.